السلام عليكم. هنعمل مع بعض العيش البلدي او العيش المصري. لو انت لسه مبتدئة في العيش البلدي او العيش المصري، عايزة اقولك لو جبتي كيلو دقيق وجربتي هينجح وهيطلع معاكي من اول مرة جميل ومنفوخ، وكمان مش هصعب عليكي الدنيا. هقولك على كل حاجة بالتفصيل، وكمان من غير رح ولا فرن ولا مجهود. تابع معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش الاشتراك واللايك والشير عشان يوصلك مني كل جديد، ونشوف الكمية الوفيرة الجميلة اللي احنا عملناها دي، ونشوف المقادير ونبدأ ونسمي الله. معايا هنا العجان بتاعي، تقدري طبعا تعجني في طبق عادي خالص. معايا هنا 2 كيلو من الدقيق زي ما انت شايفة. تقدري طبعا تنصصي المقادير او تضعفي المقادير، ده على حسب راحتك. معايا هنا نص معلقة صغيرة من الملح. قلبت الدقيق مع الملح زي ما انت شايفة. وهحط لكل كيلو دقيق هحط له معلقة كبيرة من الخميرة. كده حطيت على الاتنين كيلو معلقتين خميرة، وادي معلقتين من السكر، معلقتين كبار برضو من السكر. وهقلب كل المواد السايلة دي مع بعض. طبعا انت عايزة هنا تعجني بمية، مفيش اي مشكلة، بس انا عندي طبعا لبن. فعايزة اقولك تقدري تدخلي اللبن، تقدري تدخلي زبادي، تقدري تدخلي لبن رايب. طبعا ده حاجة لأولادك. تقدري طبعا تدخلي الألبان عشان لو هما ما بيشربوهاش، فده يبقى مغذي طبعا بالنسبة لهم. أنا كان عندي هنا لبن، بدأت أنزل بيه أعجن بيه زي ما انت شايفة. نزلت عليه في حدود 2 كوباية من اللبن. حطيتهم كلهم الكوبايتين، وفضلت اني انا اعجن فيه. لقيته لسه برضو محتاج لسه سوائل. حطيت حوالي ربع كوباية تاني من اللبن. تقدري طبعا تستبدليه بمية، تقدري تستبدليه بمية عادي خالص، مفيش اي مشكلة. مش لازم زي ما انا عملته بلبن انتي كمان تعمليه بلبن. ومعايا هنا ربع كوباية من الزيت، يعني كل كيلو دقيق تحطي معلقتين كبار من الزيت، اللي هي معلقة الأكل، معلقتين. يعني أنا هنا حطيت 2 كيلو، حطيت 4 معالق من الزيت. ده طبعا مع التقليب أو العجن المستمر زي ما انت شايفة. يبقى السوائل بتاعتي كلها خدت 2 كوب من اللي هو الكوب بتاع الشاي العادي. 2 لبن او ميه 2 وربع. السوائل بتاعتي على ال2 كيلو دقيق خدوا 2 كوبايه مج وربع كوبايه، 2 وربع زي ما انت شايفه كده معايا. هنا كانت بوريكي هنا الملمس بتاعها بقى ناعم. تعجني كويس، اعجنيها كويس جدا عشان يبقى ليها عرق كده. طبعا انا هسيبها تخمر كده في العجان زي ما انت شايفه. البوله بتاعت العجان غطيتها بالاسترتش راب. الدنيا طبعا حر جدا، مش محتاجه خالص ان انا بقى اكفنها واحط عليها فوط ولا اي حاجه خالص، بل بالعكس نص ساعه ولقيتها عليت بالشكل ده. بدأت بقى ان انا انزلها وافش التخمير بتاعها، وابدأ بقى ان انا اقطعها لكور صغيرة قد اليوستفندي صغير كده. طبعا ده في ايدك على حسب ما انتي عايزة اللقمة بتاعتك تكون شكلها ازاي. عايزة الرغيف بتاعك يكون كبير، بتعملي الكرة دي كبيرة. عايزاه صغير او متوسطة، انا هنا هعمل كل الاحجام. هعمل من اول العيش الشامي الصغنون دوت لحد الرغيف الكبير. فهعمل الوسط، هعمل الصغير، هعمل الكبير. حبيت بس اني انا اشكل شوية. طبعا الصغير الاولاد الصغيرين يقدروا ياكلوا عشان ياكلوا الرغيف كامل، والكبير ده خليته للكبار. فبدأت ان انا اقطع الكمية بتاعتي كلها، واجيب فوطة نظيفة وغطيت عشان خاطر الوش ما ينشفش معايا. غطيت العجين بتاعي، وبدأت اجيب النشابة بتاعتي واحط رشة دقيق زي ما انت شايفة، واحط هنا معايا الرغيف بتاعي. وبالنشابه بدات اني انا افرده. مش عايزاكي تضغطي خالص على النشابه. بصي بمنتهى الاريحيه انا بجيب يمين وشمال، بدورها كده بالنشابه. بصي السمك بتاعها حوالي نص سنتي، مش ترفعيها، او لو رفعتيها قوي
مش هينفخ معاكي، بل بالعكس هتلاقيه لزق في بعضه. انا سايبه بصي حتى تحسي ان النشابه بمشيها بمنتهى الاريحيه، بضغط عليها ضغطه بسيطه وبفرد معايا هنا الرغيف زي ما انت شايفه موضح معاكي. بصي بوريكي سمك اهو الرغيف حوالي نص سنتي تسيبيه عشان يتنفخ معاكي ويطلع معاكي كده فيه لبابة كده جوه، وتبقى الرغيف ينفخ معاكي. لو انت ضغطتي بالنشابة على الرغيف وضغطتي عليه جامد وفردتيه جامد وخليتي السمك بتاعه رفيع، مش هينفخ معاكي وهتلاقيه رقيق زي الرقاق. شفتي الرقاقة عاملة ازاي؟ هتبقى زي الرقاق كده ومش هيبقى رغيف معاكي، هتحسي ان انت بتاكلي ورق. فاهماني؟ زي ما انت شايفة انا بعمل معاكي 1 و2 و3 عشان خاطر تشوفي انا بفردها ازاي، وبوريكي كل واحدة السمك بتاعها عامل ازاي. هنعمل مع بعض واحدة تاني. بصي منتهى السهولة، النشابة ما بضغطش عليها نهائي، تحسي ان انا ماسكاها بطراطيف صوابعي، يا دوبك بمشي العجينة. طبعا لما سبتها تخمر ريحت، فمنتهى السهولة بقت تتفرد معايا. بصي بقيت اخدها، انا حطيت صينيه عليها شويه دقيق برضو، وبدات ان انا افرد كميه العيش بتاعتي كلها، وبدات ان انا اخد كم ال الرغيف بتاعي. ورحت هنا على طاسة تيفال، تقدري طبعا تعملي على اي طاسة، سخنتها جامد جدا، وبعد كده خليت الطاسة النار عليها وسط، وبعد كده حطيت الرغيف بتاعي، يا دوبك خليت الظهر بتاعه يتشمع، رحت اول ما تشمع رحت قلباه على الناحية التانية. بصي بدأ ينتفخ ويطلع ازاي. هنا قربت الكاميرا، بصي حطيت الرغيف بتاعي، اول ما يطلع الفقاقيع اللي انت شايفاها دي، شفتي فقاقيع قصدي اللي انت شايفاها دي، اول ما طلع الفقاقيع دي رحت قلبها على الناحيه التانيه كده، خلاص الظهر اتشمع. رحت قلبها على الناحيه التانيه ليه؟ عشان برضو الوش يتشمع، عشان الوش ينشف معايا ما يتقطعش لما يجي ينفخ. لو انا ما شمعتش الوش برضو الوش هيقطع معايا، هيبقى طري بقى، هيبقى عجين، فالوش هيشق معايا، يعني هيفتح معايا. عشان انا عايزاه يبقى منفوخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لازم اشمع الظهر واشمع الوش، وبعد كده ارجعه تاني على الظهر واسيبه فيبدأ ينتفخ. وبعد كده لما يتنفخ بقى اقوم قلباه على الوش ياخد بقى لون. بصي الفقاقيع اللي طلعت دي، اول ما الفقاقيع دي طلعت اقلبيه بقى على طول زي ما انت شايفه معايا. بصي خلاص كده الوش اهو خد لون برضو. بصي بقى هيبدأ ينتفخ لوحده اهو، هيبدأ ينتفخ لوحده. شايفه بصي معايا ازاي؟ بمنتهى السهولة خالص، والنار وسط، ولا هي عالية ولا هي واطية، ولا توطيها قوي ولا تعليها قوي، لا النار وسط. بعد ما سخنتي الطاسة الأول جامد، بعد كده وطي النار الوسط، وبعد كده حط الرغيف بتاعك. بصي بدب عليه ازاي بالاسباتولا اللي معايا، بدب عليه وما بيحصلوش اي حاجه خالص، ولا بيتفتح مني ولا الهواء بيخرج منه ولا اي حاجه. بصي الفقاقيع اول ما تطلع على الوش كده اقلبيه على طول. انا بعمل معاكي كذا رغيف عشان خاطر تشوفي الكلام مدى مصداقيته معايا اهو، على عينك يا تاجر زي ما بيقولوا. بصي شمعت الوش كمان، رحت قلباه. بصي بدأ ينتفخ. الحته اللي ما بتنتفخش بقيت بدوس عليها بالاسباتولا ازاي، مش خايفه انها تتقطع مني. ليه؟ لاني شمعت الوش كويس جدا وخليت الوش بقى ماسك، بقى متماسك. عملت الكميه بتاعتي كلها، عايزه اقول لكم ال2 كيلو عملوا معايا كميه كبيره جدا جدا. بصي بقى عملت الصغنون والوسط والكبير هنا وحطيتهم اهو، رصيتهم كده سبتهم يبردوا خالص. تقدري طبعا تفرزيه وتحطيه في اكياس على عدد طبعا. بصي الطري، بصي بوريك ان هو طري، اللبن خلاه طري وبقى جميل وبقى حلو. بصي عايزه اقول لك تحفه 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 بجد يا بنات. ومش معنى ان بقولك بلبن ان انت تعجنيه بلبن، لا خالص. بصي فتحت معاك اهو واحد وهفتح معاك واحد تاني. بصي اللبابه، بصي اللبابة جوه تحفة، تحطي بقى فيه طعمية جبنة اي حاجة، هو هيتاكل حاف، طعمه رهيب. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، وباي باي.